اوعى تركب لعربيتك حساس شكمان جديد تاني. 80% من ملاك السيارات اول ما حساس شكمان يبوظ عندهم او اول ما يحسوا بان معدل استهلاك البنزين زايد شويه يجري يحل حساس شكمان ويركب حساس جديد، ويمشي بالعربيه شويه يكتشف ان العربيه برجلت اكتر وبقت بتاكل بنزين وتدخن اسود والعربيه ما بقتش متزنه خالص. وبعد فحص العربيه يكتشف ان الحساس الجديد برضه بايظ. المشكله هنا في حاجتين. اول حاجه اما انت جيت تشخص عربيتك لازم تتاكد ان بالفعل الحساس اللي عندك هو بايظ. طب اكتشفت ان هو بالفعل بايظ، اوعى تغلط غلطه اللي يجري ويروح يجيب اي حساس جديد ويركبه في العربيه ويكتشف بعد كده ان الحساس اللي هو جابه ده مضروب. لو حساس شكمان باظ في عربيتك قدامك 4 اختيارات. اول واحد فيهم انك لازم تجيب حساس اوريجينال. تاني اختيار انك تدور على شركه مضمونه او افتر ماركت، حاجه ياباني او بوش، عشان ما تدفعش فلوس كتير جدا في حساس شكمان وما يكملش معاك شهر والحساس يرجع يضرب تاني. والاختيار الثالث بالنسبه لك انك تركب حساس استيراد وتاخده على التجربه وتتاكد ان القرايات بتاعه او الويف مظبوطه. واخر حاجه انا ما انصحكش بيها ان انت تروح لاي شركه مجهوله المصدر او تجيب حساس هاي كوبي ظنا منك ان ده اللي هيظبط استهلاك البنزين، بل ده هيبرجل العربيه اكتر ويبهدل لك علبه البيئه والرشاشات وكمان البيجوهات. لو حساس شكمان باظ في عربيتك لا اما تركبه حاجه اوريجينال لا اما تجيب افتر ماركت واخرهم الاستيراد. بس كده يا صديقي، وما تنساش تصلي على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.